السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتكم جد متواضعة شهوة حنان أم بسمة. إن شاء الله غنقدموا اليوم ملفاي بالعجين المورق للمبتدئات. إن شاء الله اللي ما عمرها دارت ملفاي في دارها أو ما عمرها خدمت العجين المورق حيت كتخاف منه، تبعوا معايا إن شاء الله بطرق مبسطة سهلة ماهلة. تبعوا معايا غير المراحل خطوه بخطوه، اكيد غادي تصدق لكم ان شاء الله باذن الله كما صدقت لي انا. نتوكل على بركه الله. غنحتاجوا 800 غرام ديال الدقيق الفورس، يعني من النوع الممتاز. غنحتاجوا ساشي دفاني، غنحتاجوا معلقه صغيره د الملح، وغنحتاجوا معلقه كبيره ونص او جوج معالق على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. المهم معلقه كبيره ديال السكر، الماء لجمع العجين غير شويه د الماء اللي غنحتاجو، ما نحتاجوش بزاف، و500 غرام ديال الزبده الخاصه بالتورق. على فكره الزبده اللي كتكون خاصه بالتورق كتكون هذه شويه باقا شاده في راسها خرجتها الطلق، كتكون قاصحه. خاصه الزبده اللي خاصه بالتورق كتكون شاده في راسهم، ما كتكونش فيها الماء، عكس الزبده الاخرى اللي كتكال، ولا اللي عكس عفوا الزبده الاخرى اللي كندهنوا بها الخبز، هذيك كتكون فيها الماء وكتكون مطلوقه شويه. هذه كتكون شاده في راسها، داكشي كتكون خاصه بالتورق، حيت فاش كنبغيو ندخلوها في العجين خاصها تكون شاده في راسها. هذه كتكون خاصه بالتورق، راهم فيها بزاف. انا كنستعمل اطلس، كاينه بونه، سكر، نديرو عليهم واحد شويه ديال الماء. على فكره الماء غيكون بارد من الروبيني الا كان في فصل الشتاء، الا كان فصل الصيف يكون حسن بارد في الثلاجه شويه. كوبايه شويه الماء هذا بدو بالسكر، وساشي الفاني نزيدو. كما قلت لكم العجين خصو شويه يكون شاد في راسو. كميه الماء غير اللي يجمع لينا العجين فقط، يعني ما نجي نحطو، ما نخليوش العجين ديالنا يكون شويه جاري او لا مرخوف بزاف. المهم يكون غير مجموع ومدلوك مزيان بليك. فشي بلاستيكه نخليوها ترتاح في الثلاجه. بما نوجدو الزبده ديالنا، نحاولوا نطلقوها بالدلاك بحال هكا غير بشويه حتى تهبط. دقيق شويه، طريقه سهله ان شاء الله غادي ديروها غادي تمكنوا منها. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي راه ما كيصدقليش، ان شاء الله تبعوا معايا غير المراحل خطوه بخطوه، اكيد غادي تصدق لكم. نحاولوا نديروا العجينه كبر من الزبده شويه غير باش تسد لينا. الهدف ديالنا حنا من هذا الشيء غير باش العجينه تسد على الزبده فقط، يعني ماشي ما تبقاش الزبده باينه. المهم اننا نسدو على الزبده ما تبقاش تبان نهائيا، هذا هو المهم عندنا. كيف ما بغات تجي الشكل ديال العجين ماشي مشكل،
الهدف ديالنا هو انها تغطي لينا الزبده بهذه الطريقه. هذه ما كنسميوهاش تور، كنسميوها عادي غير غطينا الزبده. دابا غنبداو نطلقوا. بسم الله. نطلقوا التور الاول. حاولوا ديروا بحال هكذا باش تسهل عليكم. بحال ديك الساعه تلقاو كنطلقوا العجين المورق على الطول ديالو. عمرنا نطلقوه بحال هكا بالعرض. العرض كنعطيوه غير شويه صافي، ماشي كنبداو عليه كنبداو على العرض هو الاول نطلقوه. لا، الا درتو على العرض كونوا اكيد كونوا على يقين انه ما غاديش تصدق لكم. هذه كتخسر لكم العجين المورق ديالكم. صافي، طريقه سهله وبسيطه. دابا هذه اول شوره غنسدوها منها. الطريقه نحيدو الا كان عندنا فائض ديال الدقيق بهذه الطريقه. نحيدو الا كان عندنا الدقيق زايد. هادي غنسميوها اول دوره. غادي نخليوها ترتاح. ما عنديش الوقت نطلقها دابا. الا عندكم الوقت بين تشوره كديروا كتخليوها ترتاح باش تطلق. ديما كما قلنا هذيك الدوره الاولى دازت الملفي غنديروا فيها 4 دورات. غادي ديما نطلقوا العجين من هاد الجهه هذه من الحواشي اللي كيكونوا مفتوحين. ماشي غنطلقوها هكا لا، غادي نطلقوها ديما على الطول ديالها. كما قلنا الدوره الاولى دازت. خصنا نعقلوا ضروري على الدورات بهذه الطريقه. كتشوفوا العجينه باقا شويه قاصحه. احسن تخليوها ترتاح 10 دقائق في الثلاجه. نمشيو ديما تكون عجينه على طبقه واحده تكون متساويه نوعا ما. نمشيو الجنبات حتى هما ما نخليهمش غلاط. نديروهم قد نديرو الدوره الثانيه ديالنا بهذه الطريقه. هذه الثانيه. نديرو الدوره الثالثه. كما قلت لكم احسن خليوها ترتاح بين تشور. والعرض ضروري نعطيو شويه العرض. حيت كتلصق عليكم العجينه نشو شويه الدقيق لتحت. انا متلصقليش مزيان بهذه الطريقه. الدوره الثالثه بقات لنا دوره اخيره. بقات لنا دوره واحده واخيره. بسات بالطريقه.
لكم نعلموها. دابا درنا 3، بقات لنا دوره 3، بقات لنا دوره اخيره اللي هي الرابعه. نديرو لها بحال هكا. لا حنا بين التوره وتوره نعلمو. درنا التوره الاولى نديرو بحال هكا بصمه، التوره الثانيه جوج باش لا بغينا ندخلو الثلاجه وتلاهينا مع الدراري الصغار ولا مع الشقه ونسينا، غنديرو بحال هاد العلامه بحال هكا. يعني عندنا 3 دورات، بقات لنا دوره رابعه واخيره. الطريقه سهله وبسيطه، ما تخافوا من حتى حاجه، جربوها واكيد غادي تعجبكم واكيد غادي تصدق لكم. نعاودو نقلبو على الوجه ديالها، نعطيوها شويه العرض. هي هادي كما كتشوفوا ما خدمش بزاف بالدقيق، ما رشيتوش بزاف. كتشوفوا العجين ديالنا ها هو الفيطاج راه باين تبارك الله، كيجي باين. جربوها اكيد غادي تنال اعجابكم، اكيد غادي تصدق لكم. العجين ديالنا كما قلت لكم غنطلقوه على هكا على شكل طولي، غنطلقوه يعني العجينه ديالنا ماشي نطلقوها هكا مثلا اولا نطلقوها، خصنا نطلقوها هكا من جهه هاد الفتحات اللي بقاو في الجناب بحال هكا، ماشي على هاد من جهه ولا على الجهه، بحال هاد الطريقه. شوفوا معايا بسم الله. كما قلت لكم العجين نقسموه على 2 ولا على 3، نديرو به اشكال اللي بغينا، ملفاي او اي اشكال اخرى، بالمي. يعني حتى نطلقوه على الطول عاد نعطيوه شويه في العرض صافي. من بعد ان شاء الله نوريكم عجينه كرواسون او بتيت بان، هي كتكون بالعجين المورق بهذه الطريقه تقريبا نيت. هي كتكون عندها 3 دورات فقط. كتكون مخمره بطبيعه الحال. نحاولوا نلقوها قاده باش ما تضيعش لينا. هذا اللق هذا كيف ما كتشوفوا نقسموها كما قلت لكم. ممكن نقسموها على 2، نديرو طبقه الاولى نحطو الكريم باتيسي والطبقه الثانيه ممكن نقسموها على 3 جويات. نقلبوا العجين ديالنا مزيان. هاد الكريم باتيسير غنحتاجو نص طول الحليب، ساشي فاني، 3 المعالق ديال السكر سنيده، بيضه، 3 المعالق ديال النشا. انا كريم باتيسي كل مره اش كندير له، مره كندير بيضه كامله، مره كندير جوج صفار د البيض، مره كندير بيضه او صفار د البيض، كل مره واش باش تكون شويه اكثر اقتصاديه. درت بيضه كلها في الخليط ديالنا. نكبوا الحليب، نزيدو عليه السكر، نزيدو عليه الفاني،
نزيدو عليه هذا، نزيدو عليه هاد البيضه. نخلطوها بشوي ولا الفرشاط ولا خشبيه. نخلطو مزيان البيض ديالنا بهاد الطريقه. عاد نزيدو النشا، ثلاثة المعالق كبار ديال النشا. تنخلطو هادشي مزيان. عاد نحطو فوق البوطه. في حبيبات ديال النشا او شكون خالط نشا جامس ملمس ناعم. غادي نحطوه فوق البوطه وحنا كنحركو مزيان، نار متوسطه، وحنا كنحركو مزيان حتى يبدا يعقد لنا الخليط ديالنا. بعد ما يعقد بهذه الطريقه هذه شد فراسو مزيان. غادي نكبوه كريم باتيسير اخر. بالنسبه للفندون، الفندون حتى هو كما قلت لكم انا ما نكرهش ندير اي حاجه بيدي، نعرف شنو كناكل بيدي. الفندون كتستعمل فيه بياض بيضه مع قبيصه الملح، قطرات من الحامض غير شوي، او فاني على حسب مني بغيتو تنكهو. انا حيت نكهت حيت العجين ديال الملفي درت فيه فاني، كريم باتيسي درت فيه فاني، الفندون بندير فيه شويه الحامض ونطلعوه بياض البيض مع قبصه الملح مع شويه قطره الحامض، نطلعوه غير شويه حتى يولي رغوه، ونبقاو نضيفو ديك الساعه السكر حسب الخير حتى يولي بهذا الشكل. عاد غنبقاو نضيفو السكر. بهذه الطريقه هذه يولي بهذا الشكل بحال شكل المرانق، ولكن هذا ما ثقيلش بزاف، يعني شكل كريمي كيف ما كتشوفوا. ما نبقاوش نطلعوه فيه تيولي ثقيل بحال المرانق، وانما يكون بحال شكل دانون كريمي باش يسهل علينا ان نديرو كطبقه فوق الملفي. بهذه الطريقه سهل وبنين وصحي وعارفه شنو درتي فيه. ممكن انك تشري فندون واجد عند الصحاب اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، ممكن كتشري كديري في كاسرونه، كديري مثلا 200 غرام ديال الفندون على حسب انت شحال درتي ديال الملفي. كديري مع واحد معلقه فقط ديال الماء، وكتبقاي تحركي فيه مزيان فوق البوطه على نار مهيله دغيا، وما تخليش يفوت القياس وهو فوق البوطه، حيت اذا فات القياس يشد فراسو غادي يقصح وما يبقاش ليك صالح. احسن ما كنفضل شي حاجه ديال ايديك. هو فندون تبارك الله لامع وزوين وصحي. الحلوه ديالنا هي كيف ما كتشوفوا. هادي الطبقه الاخيره كنحطوهاش على هاد الوجه، كنقلبوها بحال هكا. غطيه باش ما تبقاش في يجي، حيت الا بلكنا عليها غير اليد غادي نهرسوها ولا بكل هذه الطريقه. هنا كنكبو هكا، نديرو طبقه واحده.
غير بشويه حيت هي كتبقى تفرست شويه. كناخذوا الشوكولاط دوموس ونديرو بحال هكذا. الثلاجه تشد في راسها مزيان وتبرد واحد 5 سوايع 4 سوايع. المهم ترتاح على خاطرها نقطعوها ونقدموها، نحيدو لها الجنبات ديالها اللي يكونوا شويه فيها محروقين بلا معوجين ونقدموها بصحه وراحه. ملفاي ديالنا هي وجدات. الحصه ديال اليوم انتهت. نتمنى توفقوا في العجين المورق ديالكم ملفاي او اي شكل من الحلويات بديروه. ان شاء الله يا ربي توفقوا فيها وتخليوها مزيان تبرد، اما في الثلاجه لتحت واحد مده ساعات 5 ساعات 6 ساعات تشد في راسها، او واحد مده ساعه او ساعه ونص في الفريغو تشد في راسها مزيان. عاد قطعوها ينشف الفونطون ديالنا. انا قطعتها دغيا باش نوريكم النتيجه. ان شاء الله اللي عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتراك في القناه، ووفقكم الله الى كل خير. تحياتي اليكم مع شيوة ان شاء الله، مع شيوة اخرى من شيوات حنان ام بسمه في قناتكم الجد متواضعه. شيوات حنان ام بسمه. تهلاو في راسكم. تحياتي، مع السلامه.